أحاول إني يعني أقول المختصر المفيد. المهم رحنا العزيمة، البيت كان مليان، أخواتها تقريبا عددهم 8، هي التاسعة، كثيرات مرة، أعتقد إنهم 8. أمها، جدتها، أمها، البيت مليان في ناس كذا ما أعرفهم كمان من أقارب أهلها. وجدتي كانت موجودة، وخالتي الله يرحمها اللي أقول لكم عنها لأنها هي ساكنة مع جدتي كانت كمان موجودة. أبد دخلت، سلمت هي علي عادي، وكنت فرحانة لابسة عباية كتف. يعني أنا عباية الكتف هذه كانت أمنية من أمنياتي، تحققت بعد زواجي، لأني زي ما قلت لكم نصف أخواتي يلبسون عبايات على الكتف، فأنا يعني طار عقلي بالفرح لما شفتهم كذا، قمت أنا بعد لبست عباية على الكتف. المهم أعوذ بالله، يعني يوم أتذكر والله العظيم، والله إنها حياة القشرة، والله يعني صدق حتى العباية أخاف وأنا لابستها، تخيلوا أخاف من أهلي، وإذا جيت بروح عزيمة عند أحد من أخواني أو كأحد بيجيني وبنروح مشوار أنا واحد من أخواني ألبس على الرأس، إلين لاحظ مصر وعلمتكم أول وصار يقول لي إيش قامش معي تلبسين كتف، ولما شفت إخواني شو رحتي معهم تلبسين عباية على الرأس يا ملعونة، وتبدأ المشاكل. المهم إني علمتكم إني بتشعب، خلاص يلا لا حول، يلا بدخل السالفة. المهم فسخت العباية بعد ما سلمت على الموجودين كلهم. لما فسخت العباية توقعت ان العزيزة مرت خالي بتشيلها مني. فسخت العباية وجيت بناولها، ما اخذتها مني. It's a sign. عرفت انه في شيء. ناولتها العباية وما اخذتها، قلت اوبا، بس في شيء. سكت، قمت أنا لفيت عبايتي وحطيتها جنبي على الكرسي اللي أنا جالسة عليه، مع أنها هي تشيل العبي من الحريم اللي جايينها، تشيلها وتعلقها. المهم أنا حتى ما علقت عبايتي، ما رحت، ما أدري وين الشماعة أصلا، فقمت لفيت العباية وجلست. وجهها الأخت مقلوب، ورم على ما بها منتفخة، هي كأنها كورة فيه، زاد وجهها كان يعني بيتزا، صار قرص خبزة مدورة، يعني تحسونه كذا كأنه بالونة بتنفجر. طبعا أنا عرفت لأن حركاتها زي حركات أهلي، أعرف هذه الأشكال مدعية الدين. هي مو عشان عبايتي على الكتف، لا، لأن هي تلبس عباية على الكتف من وقتها، وهي مسوية أنها مطوعة تلبس عباية على الكتف. هي يوم شافت لبسي جنونها مريضة، هي أقسم بالله أنها مريضة. طبعا أنا إيش كنت لابسة؟ أنا طبعا تعرفوني علمتكم كيف أول كنت أتمنى أني ألبس لبس، لأن جسمي كان خرافي وأتمنى ألبس زي البنات، فإيه كان الزواج هذا هو المتنفس لي. فأنا فصلت فساتين، يعني الفساتين اللي كنت أحلم إني ألبسها، اللي ما كنت أقدر ألبسها عند أهلي، وهذا واحد منها. كيف موديلة يا هند؟ تقول هند لكم سناب الجاية، لأن هذه انتهت. طبعا هذاك الفستان مستحيل أنساه، لأنه صارت عليه مشكلة طويلة عريضة شيء ما تتخيلون، قامت القيامة. الفستان لونه فوشيا، قماشه القماش يجنن. التفصيل وشو بكل بساطة على جسمي، طويل على جسمي وجاي توب من هنا، توب وعلى جسمي مخصص ومفصلة مع جلوفز من هنا جاي إلين هنا إلين هنا. أوكي، تفصيل، كل فساتيني تفصيل، فساتين الزواج كلها تفصيل، يعني سمبل، ما في شيء الموديل ولا شيء، بس كذا توب من هنا وعلى الجسم، والجلوفز هذه اللي قلت لكم عليه، وحاطه مكياج والروج نفس اللون فوشيا. هذا هو لبسي.
حتى والله، ولابسة كعب بس ما ادري ايش كان لون الكعب، بس هذا هو كذا، رشيقة ممشوقة. ايش اللي حصل؟ هي ما عاد دخلت، بس امها واخواتها يسولفون معي وجدتها والحريم يسولفون بينهم بين. والله اني شخصيتي قوية من وانا صغيرة، اقسم بالله. والله اني يوم اتكلم في المجلس اقسم بالله كأني مرة عمرها في منتصف العشرينات او الثلاثينات، من كثر ما انا يعني صدق يعني متحدثة جيدة. يحق لي امدح نفسي، خلوني هذه المرة اسمحوا لي.